السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض روتين عيد ميلاد ابني. التورتاية الجميلة دي انا عملتها له، وكمان عملت له مشاوي على الفحم. انا دايما معوداهم بكده، ربنا يخليهم لنا يا رب في حياتنا ويدومهم نعمة في حياتنا يا رب. وبالنسبة للناس بس، كلمة للناس اللي بيقولوا لي ما بتنزليش فيديوهات كتير، معلش والله يا جماعة ظروف، انا بحاول انزل فيديوهات بقدر المستطاع. بس اعذروني بس لحد ما الظروف بس بتاعتي تعدي، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات باستمرار. النهاردة بقى احنا هنعمل مع بعض المشاوي بطريقة احترافية، احلى كمان من بتاعة الحاتي، وكفاية ان انتي اللي عاملاها بايدك في البيت. بس في البداية نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى الغالي، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يشرفني انك تنضمي لقناتي. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة، هنزل عليهم ببصلاية كبيرة مبشورة، باخد التفل بتاعها بس، المية بركنها على جنب. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. وبنزل عليها بعدين من الكزبرة وملح وفلفل وكمون، ومعلقة كبيرة من توابل الكفتة زي ما انتم شايفين، كبيرة هرمية كده. وهنبتدي ندمج المكونات مع بعض، ما بنحطش اي حاجة تانية، هو المكونات دي وبس، وبندمجها مع بعض كويس جدا. وبعد كده بنبتدي نفرد في اللحمة ونلم، نفرد ونلم كأنك بتعجني بالظبط لحد ما اللحمة تتسمغ معاكي. هي هتحتاج منك في حدود من 5 ل10 دقايق لحد ما تكون معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، عشان ما تفكش منك اثناء الشوي. بعد كده هنحطها في التلاجة ونشوف هنعمل ايه تاني. بالنسبة بقى لتتبيلة الفراخ، عندنا هنا فلفل حلو وحار، وعندنا بصل وتوم وطماطم، وعندنا صويا صوص، وعندنا دبس رمان، وعندنا فلفل وكمون وملح وشطة ومرقة، ومجموعة من التوابل اللي هي الورق اللوري والزعتر والحبهان، واي توابل انتي بتحبيها هتحطيها في التتبيلة. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا او الكبة اللي انت عايزة تستخدميه. هتبتدي ان انتي تقطعي الخضار لقطع صغيرة عشان يكون سهل في الفرم. كل الخضار اللي عندي هبتدي ان انا اقطعه بالشكل ده، وبعد كده هبتدي انزل عليه بالتوابل بتاعتنا. كل التوابل اللي انتي حباها حطيها. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة كده من دبس الرمان، وبرده معلقة من الصويا صوص. وبعد كده هبتدي ان انا افرمهم فرم ناعم خالص علشان المكونات تندمج كويس جدا مع بعض. بعد ما فرمت المكونات بتاعتي هاخد معلقة من التتبيلة دي وهحطها على مية البصل. انا طبعا حاطه على التتبيله ملح ومخليه الحدق، لازم الحدق بتاع التتبيله يكون عالي شويه يا جماعه، علشان الفراخ تحس بالتتبيله بتاعتها بعد الشوي، لازم يكون طالعه شويه في الحدق، شويه مش كتير. معلقه من التتبيله بتاعتي حطيتها على ميه البصل بتاعه الكفته، ونزلت عليها بمعلقة صغيرة من توابل الكفتة، وكمان شوية من الفلفل الأسود، وقلبتهم كويس. وكده هركن برضو مية البصل على جنب، وهاخد بقى باقي التتبيلة وهنزل بيها على الفراخ بتاعتنا وهقلبها كويس جدا. انا بحاول بس اوضح لكم، فبعد الكاميرا نزلت دلوقتي بالتوابل بتاعتي، بقت التتبيله كلها اهي على الفراخ، وهبتدي ان انا اقلبها كويس بحيث ان الفراخ تتغطى، والفراخ بتاعه الشوي بتبقى متقطعه تقطيع صغير، تقطيعات صغيره عشان تستوي معاكي بسرعه، وعشان كمان تتبل. انا بسيبها في التتبيله ليله كامله. انت ممكن تحطيها من 3 ل4 ساعات لو انت مستعجله، بس يعني يفضل انه ما يكونش اقل من كده.
وطبعا لو حطيتيها ليلة كاملة ما اقولكيش بقى، يعني بتبقى شربت من التتبيلة، وما اقولكيش في الشوي بيبقى ريحتها عاملة ازاي وطعمها. حقيقي جربيها بالطريقة دي، ان انت تسيبيها في التتبيلة، ما تقوليش بقى انا هشويها على الفحم فهستعجل على التتبيلة. لا، كل ما برضو هتسيبيها في التتبيلة كويس وتتبليها كويس، كل ما هتديكي نتيجة ولا اروع من كده. زي ما انتم شايفين انا كده بقى جهزت الحاجة بتاعتي، هبتدي ان انا احطها في التلاجة وهبيتها ليلة كاملة. آه بعد ما بيتها ليلة كاملة هبتدي ان انا اوريكم انا هعمل ايه. هنا بقى انا ابتديت ارص الفراخ بتاعتي على الشواية زي ما انتم شايفين، وهنا مجهزة الكفتة بتاعتي ومية البصل اللي انا هصبع بيها الكفتة، وعندي برضو خضار علشان احطه على وش التتبيلة. ودي الفراخ بتاعتي بعد ما انا شويتها، شايفين الجمال ما شاء الله. وادي الكفتة انا صبعتها على المسن بتاع السكاكين علشان تكون مفرغة من جوه وما تكونش مكتمة معايا. وبعد كده رصيتها على الشواية زي ما انتم شفتم. وده بقى شكل المشاوي بعد ما خلصت. شايفين بقى الحلاوة والجمال. لو لسه بقى متابعاني لحد دلوقتي، يا ريت بقى ما تنسيناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.